السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في أطلس ليونز. أطلس ليونز قناتكم الكروية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد. مرحبا بكم أصدقائي الأوفياء. شكرا على حسن المتابعة. شكرا على الناس الجدد. مرحبا بكم. فيديو اليوم واحد الفيديو اللي هو قليلا مثير للجدل، لأن أنا نهضروا على بزاف تصريحات اللاعبين اللي كاينين معنا في المنتخب الوطني واللي ما كاينينش. فكما عارفين تصريحات حمد الله البارحة عملت واحد شوية ضجة، فنهضروا على هاد التصريحات هذوما وبعض التصريحات الاخرى اللي تقريبا في نفس الاطار. فاول حاجه كما قلت لكم غنهضروا عليها هي التصريحات هذه حمد الله اللي كنظن بانكم سمعتوها كاملين والكل هضر عليها. دولة المغرب الشقيقة، الجمهور الخاص بعبد الرزاق حمد الله اللي حب حمد الله في السعودية في العالم العربي، كان سعيد بالتصريح السيد وليد الرقراقي عن دعوة أو السماح أو فرصة حمد الله موجودة في كأس العالم. أنت هذا التصريح الإيجابي كيف انعكس عليك؟ ما سمعت التصريح، اسمح لي، ما سمعت التصريح. ما شفته في أبدا في وكالات الأخبار؟ لا أي تصريح إيش قال؟ ما قال إنه أبواب المنتخب مفتوحة لحمد الله؟ وأبواب المنتخب مفتوحة لأي لاعب مغربي مش حمد الله فقط. يعطيك العافية. غريب هذا الامر هذا، ياد واحد اللاعب اللي نايض عليه واحد الضجه كبيره اللي كيقول بانه ما سمعش الندوه الصحفيه. ماشي فقط هي حمد الله اللي استدعى من المنتخب، زعما اي لاعب مغربي. كنظن بان كاين شي حاجه مخبعه في هذا التصريح هذايا. ما يمكنش واحد اللاعب اللي نايض عليه الضجه كامله يخرج بهذا التصريح هذايا. فهذا اما كيوضح بعض الاشياء واما كيغمض بعض الاشياء اخرى اللي حنا بطبيعه الحال ما نقدروش نعرفوهم. فنمروا الى تصريحات اخرى واحد اللاعب في نفس الدوري اللي واحد التصريحات صراحه انا عجبوني. هذا اللاعب هذايا بركاوي اللي سجل الهدف البارح مع الفريق ديالو الرائد، واللي فازوا بواحد لاثنين، وقال هاد التصريحات من بعد المباراة. ان شاء الله الاهداف قادمه كاس العالم ان شاء الله. ونتمنى اي لاعب يتمنى انه يكون بكاس العالم، فاحنا نسوي اللي علينا بالمباريات، وان شاء الله اذا تمت المنادى علينا فهذا راح يكون شرف كبير ان نمثل المنتخب بلدي، واذا ما كنت معهم فاتمنى لهم الافضل ان شاء الله والتوفيق ان شاء الله. طبيعة الحال هاد التصريحات هي اللي يعجبك تسمع من اي لاعب محترف. كما عارفين كأس العالم هي حلم اي لاعب في العالم، ماشي فقط كمغربي. وكما قال ايضا في التصريح فهو الحلم ديالو يكون متواجد في المنتخب، واذا ما كانش مستدعى عليه فيكون اول مشجع. فهذا هو الكلام اللي خصو يقول واحد اللاعب اللي عنده الفرصه يقدر يكون متواجد في المنتخب. فهاد التصريحات هذه كتبان لي اكثر احترافيه من اللاعب اللي سمعناه الاول. نمروا الى تصريحات واحد اللاعب اخر اللي اليوم ايضا عملت ضجه في مواقع السوشيال ميديا، وهي تصريحات انور الغازي. هذا اللاعب اللي مثل المنتخب الهولندي لعب فقط معه مباراتين، واللي كانوا واحد جوج مباريات يعني اميكال، يعني مباريات وديه اللي بطبيعه الحال كما عارفين بعد القانون اللي خرج بسبب منى الحدادي، فاللاعبين اللي فقط كيلعبوا مباريات وديه يقدروا يمثلوا واحد المنتخب اخر، يعني منتخب الاب او منتخب الام. والتصريحات هي التاليه: المهم ما تخافوش، انا عارفكم ما الاغلبيه ما يفهمش الهولنديه كمثلي، انا ما كنفهمش الهولنديه، فترجمت ديك الشيء اللي قال السي انور الغازي. قال: سأتحدث بكل واقعية، أنا لم أعد جزءا من المنتخب الهولندي. يعني أول حاجة كيعترف هو بأنه مبقاش المستوى ديالو المستوى المنتخب الهولندي. لقد اختفيت عن الأنظار منذ فترة طويلة، لقد اختفيت ولكن أحاول العودة إلى دائرة الأضواء في إيندوفن. بالفعل هناك اتصال بيني وبين الجامعة الملكية المغربية من أجل تمثيل المنتخب المغربي. يعني كيبين بأنه كاين واحد الكونيكسيون ما بيناتهم ما بين الجامعه، وكنظن بان نفس الشيء كيتكرر مع لاعبين اخرين. اعلم ان هذا الامر لن يتقبله البعض، كنظن بان الجميع او الكل ما يتقبلش هذا البعض هذايا، على الاقل بان الناس اللي فيهم النفس
واحد اللاعب اللي كان يقدر يعني يلعب مع المنتخب من الاول، فضل يلعب مع المنتخب الهولندي. لكن للاسف الشديد لم اكن ناضجا ذلك الوقت عندما قررت حمل قميص المنتخب الهولندا، فهذا هو المبرر. يمكن اللاعب اختار المنتخب الهولندي ملي كان باقي صغير، ملي كان باقي عنده 20 سنه، وبزاف د اللاعبين كيوقع لهم نفس المشكل اللي كيظنوا بانهم يقدروا يكونوا مع المنتخب الوطني اوروبي، اللي يقدروا يلعبوا الدوريات الاوروبيه ولا كاس العالم مع الدول هذوما، ولكن من بعد كيتفاجئوا بان المستوى ديالهم ملي كيكبروا ما كيبقاش في نفس الاستمراريه، وكيجيو لاعبين اخرين افضل منهم وما كتبقى لهمش الفرصه في هذا المنتخب هذايا. فكنظن بان انور الغازي اذا كانت عنده الفرصه يلعب مع منتخب هولندا في هذا كاس العالم فما يخرجش بهذا التصريح هذايا، ما يقولش هذا الكلام هذايا وغيمشي مع منتخب هولندا. ولكن كما عرف بان منتخب هولندا مشى يعني كاس العالم بلا به، والمنتخب المغربي يمكن تكون عنده هذه البلاصه، فكيخرج بهذا التصريح هذايا بايام قليله بعد بدء كاس العالم. فكما عارفين باقي 67 يوم. عندما تحدثت مع إلي بخصوص الموضوع تقبلت ذلك بل كنت سعيدا، لكن سنرى ما سيحدث مستقبلا بخصوص هذا الموضوع. فيمكن هذا اللاعب يقدر يكون متواجد في المنتخب الوطني. كنعرف بان الاغلبيه ما يقبلش هذا الامر هذايا، ولكن اذا كنا واقعيين كنفكروا بواحد اللاعب اللي يقدر يجي يعطي الاضافه للمنتخب فمرحبا به. والناس والمنتخب خصو يكون يعني غفور رحيم، خصهم يتسامحوا، ويعني في الاخر كتبقى كرة القدم ما نديوش هذا الشيء الى الراي الشخصي او لا نفسي. فكنظن انا بان انور الغازي كاين لاعبين اللي افضل منهم حاليا، فواخا اذا بدل الجنسيه ديالو اذا بغى يجي يلعب مع المنتخب الوطني حاليا ما عندوش شي بلاصه في المنتخب الوطني. اذا بغى يجي في تصفيات كاس افريقيا المقبله ومن بعد يمشي لكاس العالم، لان كاين بزاف د اللاعبين اللي ما كيلعبوش هاد التصفيات، ما كيمشيوش كيلعبوا هاد المباراه هاد الافريقيه، ولكن كيبغيو يكونوا متواجدين في كاس العالم في النهايه. تصريحات اخرى من واحد اللاعب اخر مغربي اللي تعرفوه اكثر بها، وهو وليد شديره، اللي قال التالي: أنا وليد شديرة 24 عام، والدي من بني ملال، وأنا هذا هو العام الثاني اللي تنلعب مع الباري. هذا العام بديت مزيان الحمد لله، وهذا الباري واحد الفرقة واعرة وزوينة ليا. ودابا دابا ما عرفتش واش غنكون البومبر ديال السيزون، مي جي ترافاي بوغ سا. على كونفوكاسيون انا فرحان بزاف، واحد الشرف كبير عليا، وتنشكر الكوتش ديال المنتخب وكاع الستاف ديالو، وغادي يجيو الحمد لله غادي تجي شي حاجه زوينه ان شاء الله. كنت نتفرج. هذا وهو واحد الملخص تصريحات وليد شديره اللي كيعبر به على يعني الفرحه ديالو والرغبه ديالو في تمثيل المنتخب الوطني. عندنا لاعب اخر من بني ملال، كما عارفين عندنا عبد الصمد الزلزولي. هذه المدينه هذه مفخره كبيره لانها كتوجد واحد اللاعبين مهاريين وعالميين. فمبروك على الناس بني ملال، تحيه من هنا للناس بني ملال. فالغريب من الامر هو اللغه اللي كيهضر بها هذا اللاعب هذايا. انا تقريبا حياتي كامله هنايا في الديار الاوروبيه وما كنتكلمش بهذه الطريقه هذه، وعندي اصدقاء ديالي اللي خالقين هنايا في الديار الاوروبيه وما كيتكلموش بهذه اللغه هذه. فهذا فقط كرايي الشخصي. يعني في نفس الاطار نفس الموضوع نذكركم بان الام منير الحدادي خرجت بين سبور في ديك اللحظه قالت بان لا يعقل ان البناء يتنازل على القميص الاسباني لصالح القميص المغربي. وشو من بعد شنو وقع. ومنير الحدادي ايضا خرج في واحد التصريحات قال: لو خيروني مره اخرى ساختار اسبانيا. بطبيعه الحال اللاعب كيكون عنده واحد الضغط من المنتخب ديالو، واحد الضغط من الفريق ديالو، وكيكون باقي شاب وكيكون كيخاف تغيب عليه الفرصه. فبطبيعه الحال كيخرج بهذه التصريحات هذوما، عكس ما قال الحكيم زياش. يعني من الطفوله يمكن للانسان ان يخطا، لكن ليس في اختيار الام. نذكركم بان اللاعب كان مشى بعض المباريات مع المنتخب الهولندي، ما لعبش في ديك المباريات. ايهاب طارن وقع له نفس المشكل. بزاف د اللاعبين كيختاروا يعني يلعبوا مع هاد الفرق الاوروبيه، ومن بعد ملي كيوقع لهم شي مشكل عادي كيمشي للمنتخب الوطني.
اخواني اخواتي حتى هنا هذا الفيديو، نتمنى يكون عجبكم، يكونوا هاد التصريحات هادو ما فادوكم. مهم بزاف قولوا لنا في لي كومنتير شنو كيبان لكم في هاد التصريحات كاملين. اذا عجبكم الفيديو تكيو على اللايك، اذا عجبكم بزاف مشتركينش معنا ضغطوا على زر الاشتراك اشتركوا معنا، وان شاء الله نشوفوا في فيديو جديد قريب ان شاء الله. شكرا والسلام عليكم.